ازيكم حبايبي؟ عاملين ايه؟ النهارده ان شاء الله نعمل وصفه مع بعض سهله وبسيطه جدا. هنعمل كبده بالبصل، مش هتاخد منك يعني 10 دقايق ولا ربع ساعه، وهتبقى زي بتاعه المحلات بالظبط، وكمان خفيفه. بس انا مش حاطه لها توم، يعني هي بالبصل. هتجربوا الطريقه دي ان شاء الله، هتعملوا بيها على طول لانها سهله جدا. اهي زي ما انتم شايفين، هنجيب شويه زيت كده حلوين نحطهم في الطاسه، ونضيف عليهم نص كيلو كبده او الكميه اللي انت عايزاها يعني. تتشوح في الزيت، نقلبها كده تقليبه تتشوح في الزيت بتاعها، تاخد لون. اهو هي متقطعه تقطيع صغير. نقلب كده مع بعض اهو. بعد كده حبايبي بقى ان شاء الله باذن الله كده، احنا بنعمل اكل نصلي على رسول الله، هنضيف البصل، بصلتين كبار مقطعهم اجنحه كده، واشوحهم برضو مع الكبده. نقلبهم كلهم مع بعض كده لغايه ما البصل يدبل كمان. كده كده الكبده بتنزل الميه بتاعتها وهتستوي برضو، ايه تكمل تسويه بيها. نضيف طبعا الملح، فلفل اسود زي ما انتم شايفين كده، حبه كمون صغيرين، ونضيف برضو حبه كزبره، ونقلب تقليبها كده مع بعض زي ما انتم شايفين كده. نقلبها، طعمها بسم الله ما شاء الله لا قوه الا بالله، والله طعمها جميل جدا وخفيفه. هنضيف دلوقتي معلقتين صلصه، اللي هي صلصه البطرمانات، الصلصه الجاهزه يعني، اللي هي بنشتريها، بتدي طعم حلو ولون حلو في الكبده. ونقلب برضو مع بعض. ودلوقتي هنضيف قرنين فلفل، زي ما انت عايزه بقى، رومي حامي زي ما انت عايزه، حسب ما انت تحبيه. برضو نقلبهم مع بعض، تشمي بقى الريحه بقى وجمالها كده، وتشوفي الكبده عامله ازاي وريحتها وجمالها كده زي المحلات بالظبط. ودلوقتي هنضيف مع بعض عصره ليمون اخر حاجه كده. نقلبها مع بعض برضو، تدي نكهه جميله وتدي طعم حلو عصره الليمون دي. وبكده بقى ايه، زي ما انتم شايفين الكبده كده شربت ميتها واستوت اهي، بسم الله ما شاء الله لا قوه الا بالله. والله يعني انت هتجربي الطريقه دي وهتشوفيها. نجيب بقى السندوتشات بتاعتنا نحطها، تلاقي اكله خفيفه جدا وطعمها جميل جدا. ونضيف عليهم اللي ايه، الطحينه اللي احنا بنبقى عاملينها في البيت. طبعا عامله لكم الطحينه على القناه،